الدوري اللبناني لكرة القدم لموسم 2024 و2025 عم نوصل لختام الجولة الثامنة للمرحلة الأولى من عمر الدوري بمباراة بين الأخضرين، أخضر الأشرفية الحكمة وأخضر بيروت الأنصار يلي عم يدخل باللون الأبيض. خليني أقول اللون يلي بيتفائل فيه بشكل كتير كبير الأنصار هالموسم، لأنه الأنصار كارت بلانش، الأنصار ابيض بكل شيء، لانه الانصار العلامه الكامله بعد 7 جولات 7 انتصارات حققها فريق الانصار، اداء رائع عم يقدمه الزعيم بهالموسم، بالوقت اللي الحكمه يعد من المفاجات الساره ايضا قبل هالمرحله، كان بالمركز الرابع يلي خسروا امبارح بس بفارق الاهداف امام النجمه يلي ارتقى الى المركز الرابع، اذا ب 11 نقطه بين السته الاوائل مع نهايه المرحله الاولى طبعا المتبقي منها 3 جولات. بكل الاحوال فارس يعني اليوم الانصاريين بصفوف مكتمله مثل ما عم نشوف بتشكيلتهم الاساسيه الاعتياديه يلي شفناها بالفتره الاخيره بين المباراة علي رضا والحكم الرابع ماهر العلي، اما حكام الفار محمد عيسى والاي فار عدنان عبد الله. تشكيلة فريق الانصار المعتادة بحراسة المرمى نزيه اسعد، بخط الدفاع مكسيم عون، رفيق المدنيني، نصار ومصطفى كساب، بخط الوسط احمد خير الدين على الاثنيش، وقدامهم عم بيكون يوسف الحج، والثلاثي المرعب بخط الهجوم المؤلف من محمد حبوس، محمد المصري، وحسن معتو. هي تشكيلة فريق الأنصار لمباراته اليوم قدام فريق الحكمة، علما أنه على مقاعد الاحتياط هشام خلف الله، بالإضافة كمان لأكثر من لاعب يقدر يعتمد عليهم يوسف الجوهري. وانطلاق المباراة والكرة حاليا عم بتكون مع فريق الحكمة اللي رح يجرب الشوط الثاني بعد غياب باخر مباراتين عن المشاركه. احمد خير الدين هو اللي عم يستلم حاليا بوسط الملعب، توزيع الكره على الجهه اليمنى، احد افضل لاعبي الانصار عم بيكون هالموسم الرقم 12 بعد وصوله من النجمه. حسن معتوق بيلعب الكره الاماميه خطيره لفريق الانصار، جول مثل العاده، ما تغير ابدا اي شيء، مصدر السعاده محمد حبوس مجددا هو عم يخطف الكره، كل السلامات للرقم 7 يلي سجل واصيب. طبعا هدف اول لفريق الطوره، وبيعرف كيف يسجل الاهداف بالاعاده مره جديده. كره يوسف الحاج ومحمد حبوس خطفها اصطدام مع احمد كعور على مستوى الكاحل، كل السلامات له. بدات من عند معتوق بالفعل هو يلي مرر هون الكره وارتدت من مدافعي الحكمه وسوء تغطيه طبعا على الصعيد الدفاعي. المعتوق بالفعل هو بالقدم اليسرى مش يوسف الحاج، لانه المعتوق استخدم قدمه اليسرى بشكل ممتاز بالكره الاماميه يلي لعبها الانصار والحكمه. غالبا كانت حافله 42 مباراه 6 فقط انتهوا بنتيجه سلبيه، مع كره حاليا انصاريه حلوه كثير. ممكن هدف ثاني، جول مرة جديدة لفريق الأنصار، وعلي السيسي عم يعود ليجدد العلاقة مع الشباك، اللاعب يلي بدأ الموسم بانطلاقة تهديفية نارية، لبل كان شريك بصدارة الهدافين بمرحلة من المراحل، عم يقدر يسجل الهدف الثاني لفريق الأنصار ب20 دقيقة. هدفين علي السيسي هو يلي عم بيسجل الهدف بعد التمريرة الحاسمة مجددا من حسن معتوق. الهدف الخامس لعلي السيسي عم ينضم إلى اللاعبين يلي عم يحتلوا المركز الثاني على هالصعيد. يعني شربي الواضحة الأمور، الأفضلية للأنصار. علي تنيش، السيسي بيلعب الكرة لعند معتوق يلي بيلعبها داخل منطقة الجزاء. المعتوق يا معلم يا استاذ، لل 2035 لازم تجدد مع الانصار، لانه هيك لاعب ما بيختير ابدا. نادر مطر كريدت كتير كبير لنادر على هاللعبه الحلوه يلي لعبها، والمعتوق عم بيسجل، عم بيهز الشباك الناقص ويسجل. نادر لعب الكرة والمعتوق على 12. السيسي كمان تمريرة رائعة، يعني الثلاثي لعب كرة حلوة وسجل
وهدف الأنصار ورفع النتيجة ل 3-0. الهدف رقم 120 بالدوري اللبناني من نصيب حسن معتوق مهاجم فريق الأنصار. على 2 السيسي بمرر حلوة لعند الكساب. الكساب كمان لعلى 2 اللي راح يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. الله الله شو حلوة. يوسف الحج من أجمل كرات المباراة. على 2 السيسي مرر له على المسطرة ويوسف سدد، والحارس أحمد كعور انجز. 3-1 فوز مستحق لفريق الأنصار. حرد لك لفريق الحكمة، قدم مباراة كبيرة بالرغم من غياب عدة لاعبين أبرزهم ديانج وحاتم عيد، بينما الأنصار قدر يتخطى مرحلة الحكمة.